العضلات ممكن تكسب خناقة في حارة، بس العقل بيكسب الحرب كلها. ولما النصاب يفتكر نفسه ثعلب، اسكواد المهمات بيقلب عليه الطاولة. المرة دي اللعب على كبير ومفيش مجال للغلط. النصاب فاكر نفسه سايق، بس احنا اللي حاطين الخط. يلا بينا. امضي هنا يا حاج جمعه، دي اوراق استلام الميكروباص الجديد اللي شقيت عشان تجيب مقدمه. يا بيه خلاص بمضي. أخيراً هيبقى عندي ميكروباص ملاكي يا شاعر بيه. ربنا يبارك لك. مبروك يا حاج، بس الميكروباص مش هتستلمه غير بعد سنة، والورق اللي انت مضيت عليه ده بيقول ان المقدم اللي دفعته هو قيمة الإيجار مش الشراء، يعني فلوسك راحت. أخيراً جئتم. الخطة بدأت، هيا نتحرك. الشنطة جاهزة، ممتاز، لنبدأ الآن. يا مرحب بالبشوات، المعرض نور، تمروا بأي عربية فخمة؟ عايزين نشتري المعرض كله كاش. هات الفلوس بسرعة. استنى يا شاهر، لسه بدري. قبل الفلوس لازم نلعب دور شطرنج، لو كسبت تاخد المعرض كله. شطرنج ايه يا فندم؟ انتوا بتهزروا؟ احنا ما مهزرش العب. هات يا شاهر، حرك القطعة. طيب بس ايدي مش قادرة. اتحرك أو خلاص ضغة مكتومة. يا القوي. كشملك يا شاهر، اللعبة خلصت، والورق المزور اللي في جيبك بقى ملوش قيمة. لا يلا بسرعة. الورق بتاع مجمع فين؟ مش لاقي، الحقيقي مش هنا. ازاي؟ انا شفت الورق هنا امبارح. الورق ده رجع لاصحابه يا شاهر بيه. خفة اليد عندنا اعلى من خفة يدك في النصب المليون مرة. انتوا مين؟ أمن المعرض، ارموا الناس دي بره، ايه اللي بيحصل؟ الميكروباص بتاعك واقف بره يا حاج، والشركة الكبيرة قفلت حساب المعرض ده خلاص بسبب النصب. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ طيب والمعرض هنا المفروض تسيب المكان حالا. تمام ماشي. النصب بالورق والقلم اوسخ من السرقة بالايد. اقرأ قبل ما تمضي، وما تآمنش لمظاهر خادعة، لأن الحق دايما صوته أعلى. لو بتحب الذكاء وما بتتخدعش في المظاهر، ارزع اللايك الفاجر والاشتراك وانضم لإسكواد المهمات. سلام يا وحش.